اهلا بيكم حلقه جديده من فضفضه. النهارده هنتكلم عن موضوع يمكن بنتكلم فيه كتير قوي، الاباء والامهات مع ابنائنا. بيبقى دايما في مشكله، بالذات يعني الولاد لما بيكبروا شويه بيبقى في زي صراع كده، بنقول صراع في الاجيال. هو مش بيبقى صراع، هو بيبقى دايما خوف من الاهل، احيانا بيبقى خوف زياده ومحاوله. طبعا الابناء بيفسروها ان هي محاوله للسيطره عليهم وعلى قراراتهم، خصوصا لما بيوصلوا في سن ان هم شايفين نفسهم بقى كبار ويبقوا فاكرين ان هم دلوقتي قادرين على ان هم ياخدوا قراراتهم لوحدهم. لكن مازال طبعا الاباء بيبقوا شايفين مهما كبروا والولاد بيبقوا شايفينهم دايما ولادهم، خايفين عليهم وخايفين ان هم ياخدوا قرارات غلط تاثر في المستقبل، خصوصا ان هم عارفين ان هم عندهم خبره اكتر. ده بيبقى شويه في زي ما بيقولوا كده في جاب بين الاباء والابناء. ايه الصح وايه الغلط؟ هل فعلا الاباء بيبقوا فعلا مسيطرين احيانا على الابناء لما بيحاولوا يتدخلوا في قراراتهم، ولا لازم يدوهم مساحه في حياتهم؟ وامتى يبدا ده؟ هنعرف اكتر عن الموضوع ده مع ضيفنا اللي مشرفنا الدكتور وليد هندي، استشاري الصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا بيك يا دكتوره. موضوع بقى صراع الاجيال ده، صراع الاباء والابناء، يعني كلنا دلوقتي بنشتكي منه، خصوصا انه الحياه اتغيرت شويه والتكنولوجيا كمان غيرت الاولاد، خلتهم متفتحين اكتر، وبقى في شويه فكره يعني زي ما بيقولوا استقلاليه. يعني نعم. الولاد بالذات لما بيخشوا في سن المراهقه اكتر، ده حتى بيبداوا من هم اطفال يعني عايزين يستقلوا عن. بص حضرتك، يعني وشايفين هم فاهمين الزمن اتغير يعني. والزمن اتطور والدنيا اختلفت ولكن تبقى المعايير واحده والقواعد واحده في العمليه التربويه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال حديث جميل جدا، انا بعتبره نظريه مستحدثه من النظريات التربويه الحديثه، لما قال داعبوهم 7 وعلموهم 7 وصاحبوهم 7. فانت لو مشيتي بالحديث دوت واخدتي ابنك في اول 7 سنين من خلال اللعب، بتديله الاديوكابل او التعلم مش التعليم، مفاهيم الحياه ومفاهيم الصح والخطا، ويبقى عندك معايير موحده في الصواب والعقاب، والولد ياخد منك ان انت امتى عامله له مساحه استقلاليه وامتى بتتدخلي، بتشكلي الشخصيه بتاعته. لما بتديله بعد كده الاديوكيشن او التعليم، بيطلع شخصيه مستقله في تعليمه وفق اختياراته ومرئياته واحتياجاته وميوله واتجاهاته، مش محتاج لسه يمايع على حد يقول له والنبي اخش فين ولا اعمل ايه، هو لوحده خلاص ركب السيستم. لما تيجي بقى من 14 ل 21 اللي هم ال7 موضع المصاحبه في الحديث الشريف، لو انت تألفتي مع ابنك وصاحبتي ابنك وبقى عندك فن الاصغاء، تسمعي كويس جدا وتخليه يعمل افراغ وجداني لكل اللي جواه، وبعد كده تنظمي له افكاره وترتبيها وتدي لها المسحه بتاعه الخبره او مرياتك في الحياه، الشخصيه هنا بتتشكل على ابدع ما يكون. ما بنشوفش بعد كده شخصيه معقده، ولا شخصيه قاعده مش عارفه تختار، ولا شخصيه متردده، ولا شخصيه بتتكل على حد، ولا شخصيه سهله الانقياد لان هي متعوده ان هي تنقاد من صغرها. احنا عندنا مفاهيم تربويه خاطئه جدا من مرحله الطفوله، ان كل واحد فينا عشان خايف على ابنه ونفسه ابنه يطلع احسن واحد في الدنيا، فبيحاول يربي ابنه وفق مرئياته الخاصه مش وفق القواعد العامه. ودي المشكله يا دكتور، ان احنا اصلا نلاقي وعي من الاباء نفسهم او الامهات اللي بيربوا انه لازم يبقى في مساحه شويه. بتجيلي ساعات اولياء امور تقول لي انا ابني بيعمل كذا، انا ضربته، انا عاقبته ولما عمل كده. قلت لها انت ايه المسطره اللي قست بيها الثواب والعقاب؟ تقييمك الشخصي ان الموقف ده يستحق ثواب والاخر يستحق عقاب؟ ومين قال ان تقييمك الشخصي صح؟ هل قريتي في التربيه؟ هل قريتي في احتياجات الطفوله؟ هل قريتي المرحله دي ممكن يبقى ايه مظاهرها؟ انت ما قريتيش حاجه، انت مش هنا. انت قاعده مهتميه بلبسك وبمكياجك وبعلاقاتك وبالبروتوكول، والولد يتكلم انجليزي ويعوج لسانه وياكل بالشوكه والسكينه وبس. انا بنيتي شخصيه، عصب الشخصيه كده ملكتيها في ايدك، ما حصلش الكلام ده. فبنشوف ان الامهات والاباء في سبيل ان هو شايف ان ابنه يطلع كويس، بيحاول يديله الموروثات الاجتماعيه والثقافيه والبيئيه والتعليميه اللي هو اتربى بيها، وده غلط. يعني حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما تحاولوش تعلموا اولادكم وفق اتجاهاتكم انتم ومعتقداتكم، لان هم اتولدوا لزمن غير زمانكم. فما ينفعش انا اديله نفس المعايير اللي انا اتعلمت بيها عاوزه يطلع امتداد ليا. ده خطأ جدا في التربيه، ان انا معتقد ان ابني امتداد ليا او انا بربيه بالوكاله. يعني وتحولت يا دكتور التربيه احيانا عند اباء كتير او امهات اتحولت لتعليمات تعليمات 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 وصح وغلط وامر وتعليمات من الكلام حتى. ده احنا بنسميه تسلط في التربيه. لا تتيح للولد التسلط والحمايه الزايده والقهر وافعل ولا تفعل، لا يتيح ليه التعبير عن نفسه
ولا التنفيس الانفعالي، ولا ان يبقى عنده اماجنت وتخيل وابتكار. يعني انا شفت حاله من الحالات الابن الام بتعاقبه لان قالت له ارسم طماطمايه، فرسم الطماطم ولونها بالازرق، فقالت له يا غبي في طماطمايه لونها زرقاء دي دمرته. قلت لها يا فندم ممكن قدام ده يطلع في الهندسه الوراثيه يعمل طماطمايه زرقاء وخضراء واحمر والوان، وابنك زي ما هتحبه هيحبك كمان وكمان. تفهم المنطق عنده ايه في انه يغير اللون. سيبي الاماجنت والتداعي الحر للافكار والربط بين العلاقات والمتعلقات، سيب الخريطه الذهنيه عنده تاخد مساحه، ما تكبتهاش يا فندم. طب ازاي يا دكتور اعمل التوازن بين انا لا ابقى كأم مثلا وانا بربي ابني او بنتي ما بقاش لا مسيطره قوي، اسيب لهم المساحه، نعم، وفي نفس الوقت لما الاقي في حاجات قرارات هتوجههم في الاتجاه الخطا ابقى برضو ليا دور، بس ما يبقاش بطريقه انه يبقى في نفور بقى بيني وبين او تحدي، لان بنشوف دايما بالذات في سن اللي هم بيبداوا عايزين يثبتوا نفسهم بيبقى في تحدي دايما للاباء والامهات والافكارهم وقراراتهم. اعمل بيحاول يا فندم يثبت نفسه ليه؟ لان في حته سيكولوجيه برضو الاباء بيغفلوها. في حاجه في الجهاز الانفعالي عند الانسان اسمها الشحنه العاطفيه. الشحنه العاطفيه دي لحد سن المراهقه بتبقى منصبه على الوالدين، شايف الام والاب دول النموذج والاحتواء والجمال المثل الاعلى والقدوه. لما بيخش في سن المراهقه الشحنه العاطفيه دي بتنسحب من الوالدين وتروح على نفسه، يبتدي عنده سيلف كونسبت ايجابي ويحس بذاته، وتروح على الاقران وتروح على الصحاب، فبينتمي لجماعه الشله والاصدقاء وياخد منهم المعايير، وتلاقيه بقى ايه ده مش بيبص لامه وابوه، ده كمان بينتقد الام والاب. انتوا عملتوا لنا ايه؟ وانتوا خليتوا لنا ايه؟ طب ما فلان ابوه جايب له عربيه وفلان ابوه جايب له شقه، انتوا عملتوا ايه؟ ما هو اللي في الشارع بياكلوا ويشربوا زي ما انتوا بتقولوا بتاكلونا وبتشربونا، يبقى ناقم عليهم. ازاي دي بقى حضرتك؟ ما احنا قلنا من البدايه، انا من البدايه المفروض الابن يحس بيا. احنا مشكلتنا برضو الابن بيحتاج اي حاجه بيدوس على الزرار عاوز يلاقيها واحنا بنوفرها له. جميع الاباء كادحين، بيشتغل بدل الشغل 2 وطول النهار بره، وما بيشتغلش اب، شغال سبونسر، قاعد عمال يجيب في فلوس ويودي نوادي ومدارس لغات ويلبس حاجات كويسه وجايب عربيه بالقسط وقاعد مربوط في الساقيه. لا، اشتغل اب شويه، يعني قرب من ولادك وخليهم يحسوا، انت لا تمن عليهم، انما خلي ابنك يحس المجاهده والمعاناه، وانك تفضله على نفسك في بعض الاحيان. بيجي عليك عيد بتجيب له هو العيد بتاعه وما بتجيبش لنفسك حاجه جديده. لازم الابن يفهم الكلام ده كويس قوي، لازم يشوفك وانت بتعمل الجمعيه دي عشان تاخد قرش في الاخر تصيف بيه، فيعرف ان الصيف ده مش عبث ولا لهو، ده في اب شقيان وكدح عشان انا اصيف في الاخر، فيبقى عنده شعور بالمسؤوليه. ده مهم، ومهم لما اجي احكي عن شغلي وعن معاناتي وعن افكاري للمستقبل يبقى في محيط الاسره، ما اقعدش اكلم صحابي وساب المدام وساب الاولاد، لا، عشان الاولاد يبقى في نوع من المشاركه واسالهم واقول لهم ايه رايكم ونعمل ايه. ده جزء مهم ان انا اديله استقلاليه في مرحله الطفوله المبكره، انه لازم يستقل. اجيب له علبه الالوان وما اقولوش ترسم ايه، اجيب له حاجات فيها فراغات وهو يلونها بالالوان اللي هو عاوزها، ما اقولوش انهي لون، اسيبه يستقل. طب امتى يا دكتور ابدا اقول خلاص انا ممكن اسيب ابني او بنتي ياخدوا قراراتهم لوحدهم، ولو استدعى الامر بس ان انا ممكن اتدخل، يعني بس بالطريقه طبعا اللي حضرتك اتكلمت عليها؟ امتى انسب سن ان انا اسيبهم خلاص ياخدوا كل قراراتهم لوحدهم؟ انا ابدا معاه من سن 6 شهور، يعني من بدري، حتى الحاجات الصغيره دي. طبعا هو لسه حتى ما بيعرفش يتكلم. الطفل لما بيبقى كائن بيولوجي لما بيجي يعبر عن احتياجاته بيعبر بالبكا، يعني حاسس ان هو مبلول وعاوز امه تغير له فيبكي، عاوز ينام وعاوز يرضع عشان ينام يبكي، عاوز ياكل يبكي، وهكذا. انا مش مع كل بكاء من بعد 6 شهور الاولانيين، مش مع كل بكاء اجري، يعني اجي في وقت معين اتقل رجلي شويه. دي بتترسخ عنده في الجهاز الانفعالي الشعور بالمسؤوليه وان هو لازم يتغلب على الصعوبات اللي بتواجهه. ده مهم. لما يخش في مرحله الحبو مش من اول مره يقع اجري وضنايا وخلي بالك وبتاع، ويجي بابا الواد هيقع ده ممكن ايديه تتكسر، سيبه، يعني سيب له فرصه. ده مش كده وبس، ما تجيبلوش حتى العربيه اللي بيمشي بيها، يعني سيبه يكابد العناء عشان الجهاز الانفعالي بتاعه يشتغل، الجهاز الانفعالي، وتحط له كوره بعيده شويه وتحاول تخليه يقرب لها، ولو قرب بعدها له، وهكذا. خليه يستشعر يعني ايه هدف بيسعى اليه. كل دي خبرات بتترسخ عنده في اللاشعور وبتكون الشخصيه واحنا مش واخدين بالنا. لما يجي بعد سن السنه الاولانيه اخليه ياكل بالمعلقه ويوقع على نفسه، مش مهم، المهم ان هو يتعلم الاستقلاليه. الشعور بالاستقلال مهم جدا. بعد كده ادخله في الاختيارات، لما يجي نجيب له هدوم ويختار هدومه، والبنت تختار التوكه بتاعتها والمشط بتاع الشعر
والبرفان او اللي هيحطوا يعني وراه ده بس عشان ناكد للامهات يا دكتور، لان في امهات كتير ما بيبقوش واخدين بالهم ان الحاجات الصغيره قوي دي يعني حاجه على حاجه على حاجه، ان هم اطفال في سن معين بتبرز الشخصيه. صحيح بالظبط كده اهوت. فابتدي يبقى في اختيارات، ابتدي يبقى في مشاركات. احنا كلنا مع اولادنا الصغيرين لما بنيجي نخرج، انا عاوز هتقولي لي مثلا عاوز ازور ماما، اقول لك اوكي نزور ماما خلاص يوم الجمعه، والعيال يجي يوم الجمعه يلا البسوا وبتاع وهنروح عند تيتا، كله بيحصل كده. انما هل احنا قعدنا اتناقشنا ايه رايكم يوم الجمعه عاوزين نزور حد، نزور مين؟ تيتا ولا الجيران ولا عمته ولا خالته، ونتناقش معاهم باعتبار ان هم اعضاء فاعلين في الاسره مش قطعه شطرنج معايا في القرار. الحاجات دي كلها بتشكل شخصيه وبتخلوا عنده قدره على اتخاذ القرار. واسيبه يتخذ قرارات، واسيبه يصاحب، وخليه يتعلم بالمحاوله والخطا. احنا مشكلتنا خايفين على عيالنا. لا، انت بص عليه من بعيد، لازم يبقى عندك مهاره ما بين اللي انت سايب له حريه وما بين اللي انت برضه بتتابع، انت مش قاعد نايم وسايب له الحبل على الغارب. ما دي مشكله ثانيه يا دكتور برضه، ونقطه ثانيه نتكلم فيها، ده العكس، في العكس بقى، مش في التدخل والسيطره، في للاسف بقى في امهات كتير دلوقتي عندها ضغوطات كتير. يعني طبعا احنا يعني عارفين ان ده بيحصل، وللاسف الام احيانا بتشيل مسؤوليه كبيره جدا، بس بتريح نفسها بقى مع الاولاد بان هي يعني بتسيبه يعمل تشغله في اي حاجه، في الالعاب بقى اللي هي بتولع له التلفزيون مع حد، تسيبه مع اصحابه، يعني تشغله في اي حاجه في التلفزيون عشان هي تقعد تروق بالها شويه، فده العكس، وتسيبه بقى ياخد اي قرارات، يعمل اي حاجه. هنتكلم يا دكتور في النقطه دي اكتر بعد ما ناخد التقرير، هنشوف بس راي الناس في الشارع ورأيهم في مفهوم سيطرة الأهل وتدخلهم في كل القرارات، ونرجع نكمل كلامنا. القرارات اللي هم بيتدخلوا فيها مثلا اللي هي مثلا الحياه الخصوصيه، بس هم ما بيتدخلوش في كل حاجه. يعني في حياتي الخصوصيه مثلا هو بيديني مثلا اللي هو الطريق، تمام، الطريق اللي انا اختاره، بيديني اختيارين من الطريق بتاعي، بيقول لي انت بس هتتحمل مثلا هي الاختيار مثلا الخاطئ بتاعك، بس في كل الحالات تمام هو بيكون اختياره صح وبكون انا الخاطئ في الاخر. انا والله ما اتدخلش في قرارات الاولاد، بس لما اشوفهم يعني صاحبه كده اشخاص ما اعرفهمش او لقيتهم يعني عملوا غلط ولا حاجه، ممكن اتدخل في الحاله دي. والله قرارات الاهل بالنسبه للاطفال الاولاد بتيجي عن جواز مثلا، العمل، لو مثلا هو شايف ماشي مع صحبه مش كويسه، سلوكها مش طيبه، هتفسد اخلاقه، هو ده اللي بيبقى موجود. يعني هو بطبيعه الحال الاب اوريدي متدخل، ان هو المنجب او الطرف الاول، المسؤول الاول بالنسبه للطفل، ده شيء اساسي. يعني هو يعني بالعكس، ده هو يعني لو عدم وجود الاب بيطلع شخصيه الطفل ناقصه حاجات كتير جدا. يعني عناصر التكوين نفسها الخاصه بفكر الطفل جزء كبير منها الاب، فبطبيعه الحال متدخل. لما الابناء يخطئوا يزيد خطأهم، لازم الاباء تتدخل، بس يتدخلوا لفتره معينه من الزمن، مش على طول معاهم، عشان الابن دوت يعرف بعد كده، يعرف انه ازاي اخطأ وازاي يصلح خطأه بنفسه، مش مستني توجيه بعد كده طول عمره، توجيه يعدله فين الصح وفين الغلط. لازم الابن يتعمل لنفسه، يعني يوجهه من سن مثلا سنه لغايه سن 16 سنه. العيل بيكون وصل لدرجه ان هو ابتدى مخه يفهم، يسيبه يعتمد على نفسه، يعرف الخطأ فين والصواب فين، عشان كده يعرف يميز. انما انت كل شويه هيعتمد بعد كده ان في حد وراه هيصلح له خطأه، لا، لازم الاب يسيب ابنه مساحه للابن ان هو يعرف الخطأ اللي عمله والصواب اللي عمله ويتحمل مسؤوليته. انما الاب في كل حاجه او الاهل في كل حاجه لا. شفنا رأي الناس في الشارع يا دكتور، وشفنا ناس بيقولوا انه يعني ما يبقاش فيه تدخل قوي الا اذا كان في حاجات مصيريه، زي مثلا الجواز والتعليم والشغل والعمل، اللي هي الحاجات القرارات اللي ممكن تأثر في مستقبلنا. لا، اتحفظ برضو على دي. يعني هنا بس التغيير انا عاوز اطلع ما هي دي عايزين نتكلم فيها، بس نرجع بس لنقطه، يعني خليها في بالك يا دكتور عشان نرجع للنقطه اللي كنا بنقول عليها ان في العكس تماما، في سايبين خالص. هو طبعا العكس بقى تماما ده حضرتك بيبقى يا اما اهمال
يعني انا سايب الحبل على الغارب، يا اما التدليل زايد ان انا بديله كل احتياجاته، ودي بتخلي انسان دايما الجهاز الانفعالي عنده مش متوازن، انه متعود اي حاجه يعوزها يلاقيها، فما عندوش قدره على مواجهه الاحباط. بنشوف هنا بعض الشخصيات العامه اللي موجوده في المجتمع المصري، لو حد بس داسته على طرف النهارده بعد 5 دقائق الصداع بتاعته تطلع. ليه؟ لان هو جهازه الانفعالي هتلاقيه وهو طفل كل احتياجاته مجابه، فما حدش بيقول له لا. فلما طلع للمجتمع الخارجي حد قال له لا، بيستشهد غضبا ويتنرفز ويزعل صحيح. ويطلع صدهايه، بيطلع بقى في مراته وولاده، ويطلع في مراته واولاده طبعا، هم اللي بيشربوه. ولا ده الاسوأ من ذلك، ان هو مثلا لو طلع بماده في الامتحان في وقت من الاوقات خلاص مش ما عندوش قدره على مواجهه الاحباط، ممكن ينتحر. يعني ساعات بنشوف حالات تنتحر نتيجه انها ما نجحتش في الثانويه العامه، او حالات صحيح. بتنتحر لو ما اتجوزتش اللي بتحبه، او تنتحر لو ما خلفتش في يوم من الايام. ليه؟ لان هي ما عندهاش قدره على مواجهه الاحباطات. علشان كده بنقول دايما زي ما من الحنيه على ابنك انك بتجيب له كل حاجه، من الحنيه عليه انك تيجي وقت تقول له ما معيش وما تجيبلوش. انا ساعات اولادي يطلبوا حاجه بجنيه، اقول لهم ما فيش فكه، معيش خلاص، انا التارجت اللي عامله النهارده خلاص. يعني لازم يعرف ان في خبره الحرمان، ودي مؤلمه، دي مهمه جدا حتى لو كانت مؤلمه عند الاطفال. عشان يعرف ازاي يتعامل معاها، زي ما حضرتك قلت ان انا بعلمه، بيمر بالخبرات دي وبعلمه ازاي يواجهها. ايوه، لان كل ده بيشكل الشخصيه بتاعته. خالد المخرج بيقول لي في طالب النهارده زي ما حضرتك بتقول، طالب انتحر بسبب ان مجموعه طلع قليل في الثانويه العامه. طب ايه الفرق بقى بينه وبين واحد تاني قعد مسك نفسه بكى شويه وعيط شويه ده ممكن يبقى السبب اللي حضرتك قلته، ان التدليل زياده او ما اتعلمش يواجه. ما عندوش قدره على مواجهه الاحباطات المتتاليه. خطيبته مثلا سابها في يوم من الايام، او هي راح يتقدم لواحده ما وافقتش، يجي له انتكاسه ويرب دقنه، يجي له اكتئاب ويرفض يتعامل مع كل بنات حواء بعد كده وهكذا. فعشان كده بقول دايما شكل الشخصيه بتاعت ابنك. يعني حتى انا بقول ايه، يجي اب يقول لي انا مش مخليهم عاوزين حاجه، اقول له لا، ده الكلام ده غلط، ده لازم يعوز حاجه. لان لو ابني في المرحله دي متطلباته قليله، يعني مجرد حلويات وبسكوتات وشوكولاتات، فده مقدور عليها. طب لما يكبر شويه واحتياجاته تزيد، انا هجيب له منين؟ طب لما تبقى الاحتياجات دي فوق طاقتي، يعني عاوز عربيه وعاوز شاليه في الساحل الشمالي وعاوز شقه وعاوز انا هجيب له منين؟ ما انا مش هقدر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلازم الولد يتغرس جواه ناحيه لا، وناحيه مفيش، وناحيه بعدين، وناحيه لما نقدر. لازم الرسائل الموجهه دي تترسخ عنده، يبقى عارف ان ده الطبيعي، علشان حتى بعد كده لما يجي يطلب بعض المتطلبات الماديه في المستقبل تبقى طلبات منطقيه وفي الاطار بتاعها ولا مبالغ فيها. ده مهم. مهم جدا بقى حضرتك. معانا تليفون بس هناخده، احمد من المنوفيه. اهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. والله انا بشكر جدا جدا اراء الدكتور، وربنا يبارك له ويحفظه. يا حبيبي ميرسي. ربنا يكرمك يا دكتور، كلامك شيق جدا وممتع الحقيقه والله. ربنا يخليك يا رب. حضرتك انا عندي بنت في ثالثه ثانوي. دماغها حجر جدا 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 وصعب التعامل معاها. فمش عارف، يعني بتسمع كلام زميلاتها عن كلام والدتها ووالدتها في البيت. نعم. لسه كنا بنتكلم. فايه رايك يا حضرتك؟ عايز تعرف تتعامل معاها ازاي؟ يعني ممكن تتعامل مع العند ده ازاي؟ هي سنها قد ايه يا دكتور؟ هي يا استاذ احمد 17 سنه ولا حاجه في الاريا دي يعني. اوكي. يعني دايما تقول لا. دايما بيبقى اول رد عندهم لا اصلا في السن ده. طيب الدكتور هيرد عليك يا استاذ احمد وهيقول لك ازاي ممكن نتعامل مع العند ده بقى يا دكتور، يعني اللي كنا بنتكلم عليه. كنا بنتكلم قبل الفاصل وبنتكلم ان احنا صاحبوهم 7، والسبع موضع المصاحبه قلنا اللي هم من سن 14 ل 21 اللي هي سن بنته. ده نمره 1. نمره 2 كنا بنتكلم برضو قبل الفاصل وبنقول ان الشحنه العاطفيه اللي عند الطفل بتنسحب عنده في مرحله المراهقه وبتروح للاصدقاء زي ما هو تفضل وقال دي المشكله بتاعته. انا بقول من اكبر الكبائر في العمليه التربويه في مرحله المراهقه انك تقف على منبر وتدي للولد خطبه جمعه وتقعد تدي له ادفايز او نصايح مباشره. لا، الام ان هو لازم تصاحبها، تتلاحم معاها، تسمع منها كويس قوي. البنت لو بتعمل غلط الام ما تعاقبش، لان البنت هتعتقد ان هي مش بتعاقب على الخطا، دي بتعاقب على الصراحه وعلى الوضوح، وان هي تصرت ليها وقالت فجت الام عاقبتها على الكلام ده. بطل بقى فالمره الجايه مش هتقول. انزلوا لابنكم، التحفوا بيه، احضنوه، خدوه في حضنكم واطلعوا بيه في الفكر اللي انتوا عاوزينه. يعني هو دايما الولد بيشوف ان دول عايشين في عالم اخر، قاعدين بيقولوا كلام قديم
وكلام مش موازي للمستقبل والحاضر اللي هو بيعيشه. فلازم نتكلم باللغه بتاعته هو مش باللغه بتاعتنا احنا، وده مهم، ونتوحد معاه. يعني ما نبتديش ان احنا نقول له ده صح وده غلط اطلاقا، ده احنا نتوحد انت بتعمل ايه وبتسوي ايه، طب ما ده شيء كويس وجميل بس يا ريت يبقى كده. يعني نديله واحده كان بحرجها له كده. دكتور بعد ما بيوصلوا للسن ده لو ده ما كانش حاصل من الاول واتقلب بقى خلاص، بيبقى احيانا بيبقى في موقف من الابن او البنت ضد الاهل يعني. نعم. هل في الوقت ده ينفع اللي حضرتك بتقول عليه انه يعني زي ما بيقولوا نلحق ننقذ ما يمكن انقاذه ويصاحبوا اولادهم، ولا بيبقى خلاص ينفع بس مش من خلالي؟ يعني نحاول نعمل له سوشيال سبورت او دعم اجتماعي من جماعات مرجعيه موازيه. بالبلدي نعمل ايه؟ نفتش في العيله مين اقرب ان ممكن يقوم بالدور ده، العمه ولا الخاله ولا بنت العم لما تكون ناضجه ورشيده وعاقله الى اخر الكلام ده. ولما اقول بتقوم بالدور ده انا مش هشغلها مخبر على بنتي او على ابني نيجي ينقل لي كل كبيره وصغيره، لا انا هخليه يصاحبه ويخلي باله منه ويديله المعايير اللي هو عاوز يديها له. يعني بعمل له اطار مرجعي موازي. عشان كده انا لو معود ابني من الطفوله انه ما بيصاحبش غير اقرانه اللي في سنه وفي نفس مستواه الاجتماعي، لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا. كل واحد فينا عاوز يعلم اولاده في ارقى مدرسه لغات. صحيح. فبيبتدي يتداين ويجيب مش عارف قرض من البنك ويقرص على نفسه ويشتغل الشغل 2 عشان خاطر يوديه المدرسه او النادي اللي هو شايفه هاي كلاس، ما بيدخلوش في النسق القيمي بتاع الوسط بتاعه اللي هو عايشه. فالولد بيتشبع بافكار غير النسق القيمي، فلما بيرجع البيت يشوف المستوى اقل شويه يبقى ناقم عليه. ده نمره واحد. نمره 2 جماعه الاقران او الاصدقاء في مرحله المراهقه بيعيشوه وسط مش بتاعه، فيبتدي هو شايف اللي احنا ورا قوي ومقصرين في حقه قوي. عشان كده بقول دايما انا لما حبيت اعمل اشتراك في نادي ما عملتش في نادي هاي كلاس وكان ممكن اقرص على نفسي واعمل فيه، انما عملت في مستوى نادي في الطبقه الاجتماعيه اللي موجوده من نفس الطبقه الاجتماعيه بتاعتي، والطبقه الماديه من نفس الطبقه الماديه بتاعتي. فاللغه المشتركه واحده. اللي انا بقوله في البيت ابني هيسمعه في النادي هيسمعه في المدرسه، ودي حته مهمه قوي احنا بنغفلها. صحيح. ان احنا بندخل ولد فوق قوي واحنا جايين ورا بسنه او جايين خطوه او خطوتين ورا، فدي مشكله. فاحنا بقى نعمل ايه؟ نعوض الكلام ده ازاي؟ نحابي عليه بحد يكون من الاسره او من اصدقائه الناضجين اللي هنختارهم، ونبتدي بدل ما ابني بيقعد بره نخلي الاولاد دول يقعدوا جوه واخلق لهم مشاركات. يعني هم اللي يجوا لي البيت نعمل لهم اتموسفير عيد ميلاد اي تجمع كده جميل، ماتش كوره يتفرجوا عليه، بحيث يبقى هو برده موجود تحت عينيا. فانا بقول له اللي فيه بنتك ده ما هوش مشكله، هو عرض سلوكي من اعراض مرحله المراهقه، فانت ما تبقاش الضد بالضد والند بالند وانا اقول وتقول لا. انا زعلان مش ان هي بتقول لا، انا زعلان ان هو بيقول. ده هو في المرحله دي المفروض ما يقولش حاجه عشان هي تقول لا. نمشي باسلوب هيا بنا. ما تيجي نعمل كذا، ايه رايك في كذا؟ طب لو عملنا كذا ايه اللي ممكن يحصل؟ شارك. ما ده اللي بنقوله يا دكتور، احيانا بقى بيبقى الاهل صعب عليهم قوي ان هم شايفين حاجه ممكن تبقى او زي ما قلنا قرار مصيري او حاجه خطر مثلا ومش قادرين ولازم يتدخلوا. يعني ما بيبقوش قادرين يمنعوا نفسهم ان انا لازم يبقى لي راي او اتدخل او الحق اللي هيحصل ده. وحضرتك كان ليك تحفظ زي ما بتقول على في التقرير كان بيقول على التدخل في الحاجات المصيريه زي الزواج والعمل. حضرتك قلت ليك تحفظ، فتقول لنا رايك في الموضوع ده اني ادخل بس في الحاجات المصيريه في حياتهم. انا قبل ما اتدخل لازم اسال نفسي هل تدخلي ده حميد ولا غير حميد؟ وفق معايير ولا مش وفق معايير ولا وفق رؤيه شخصيه؟ يعني مثلا بشوف تجبر بنتها اللي هي تتجوز واحد اكبر منها ب 20 سنه. هل ده ينفع التدخل ده؟ ما ينفعش. طيب عندي حاله واحده هتتجوز الميكانيكي وهي واحده في الجامعه، هتتجوز الميكانيكي اللي تحت البيت اللي فتح ورشه، الاب بيتدخل، هل هنا تدخل مرغوب ولا مش مرغوب؟ مرغوب، هو بيحمي بنته. فالمعيار ان هو تبقى قاعده اللي انا هتدخل بيها، هل انا هتدخل تدخل حميد ولا تدخل غير حميد وفق مرئياتي الشخصيه؟ فعشان كده انا متحفظ. لما نيجي في نسق التعليم، هل انا بتدخل عشان انا شايف ابني مهاراته وقدراته وامكانياته تنفع في كارير معين فبديله الخبره وبتدخل، ولا عشان انا عاوزه امتداد ليا؟ انا راجل دكتور وخايف العياده تروح فلازم ابني يطلع دكتور فبقول له كليه الطب، انا محامي وخايف المكتب يروح مني فبدخل ابني كليه الحقوق، او ان انا شايف في ابني دوت وكيلي لتحقيق احلامي المحرومه والمهدره. زمان من 20 سنه كان نفسي اخش كليه شرطه وابقى ظابط، فشلت ما دخلتش انا كليه شرطه. عاوز ابني يبقى ظابط يحقق لي احلامي المحرومه. ابنك شخصيه مستقله. صحيح. ابنك مشروع مستقل، سيبه يفق قدراته وامكانياته. فالقصه مش انا اتدخل في حياه ابني في التعليم والجواز والمستقبل ولا ما اتدخلش. القصه بتدخل تدخل موضوعي
ولا ما بتدخلش تدخل موضوعي. ده نمره واحد. نمره اتنين، طريقه التدخل ايه؟ ودي مهمه قوي، ووسيله التدخل ايه؟ مش بالقهر ومش بالفرض ومش بالزجر ومش بالنهي ومش لو ما عملتش ومش لو ما خليتش، لا اطلاقا. التربيه محتاجه مهاره. يعني لازم انا اجيد الاستماع لابني والاصغاء ليه تماما، واحترم رغباته كويس قوي، وابتدي اديلها التشكيل، حته الكريز اللي فوق الوش، الكريم شانتيه اللي بيتحط جميل، اللي بيتحط كده بخبرتي بقى، وافهمه ان شويه الشعر الابيض اللي عندي دول ما قمتش منهم لقيتهم بيض، دول طقطقه شعرايه شعرايه، كل شعرايه بخبره. فانا يا ابني بنقل لك خبرات الحياه، ومش عاوز منك حاجه اللي انا مش قاعد لك. يعني انا النهارده عايش، بكره ممكن ما اكونش موجود، فانا عاوزك تبقى انت انسان ناجح وعاقل ورشيد. بس يا دكتور احنا عارفين بيبقى يعني اوقات كتير لما بيبقى الابناء عايزين حاجه معينه، او عنده قرار عايز شغلانه معينه، عايز زوجه معينه او عايزه زوج معين، بيبقى في رفض لاي راي، حتى لو وفكره حتى ان انا اهل وعندي خبره اكتر منكم بيبقوا رافضينها. لان احنا عارفين بني ادم طول الوقت طول ما هو عايز الحاجه بيبقى كل اللي حواليه غلط. لان احنا لما بنيجي اعمل ايه بقى معاه؟ تدخل ما احنا مشكلتنا ما بنتناقش في الفكره. عارفه لو اتناقشتي في الفكره ابنك هيفهم كويس قوي. يعني ما اجيش اقول لك ايه ما انت على طول كده، ما هو ايه ده اختيار تختاريه، ده بني ادم تختاريه، ما فيش حاجه اسمها ده بني ادم هتدافع عنه عشان بتحبه. لان في حاجه اسمها تعالى نتفق على معايير للجواز الناجح. 1 2 3 4 معايير للتوافق الزواجي، 1 2 3 4 اتفقنا على المعايير، مش مهم الاشخاص. ده مهم خلي بالك، انما احنا بنسيب الفكره وبننقد الشخص، فده بيخلي البني ادم يعاند اكتر. فحضرتك لمستي كلام حلو قوي او حته حلوه بنقولها لكل اولياء الامور اللي بيسمعونا. لما تخاطب ابنك في مرحله المراهقه خاطب الفكره، ما تفكرش، اوعى تخاطب الشخصيه. ما تجيش انت ما بتفهمش، انت ما بتسمعش الكلام، انا هعمل فيك وهسوي. ابعد عن الشخصنه خالص خالص. حتى مع الاطفال الصغيرين نقول لهمش انت وحش، نقول انت عملت حاجه مش مقبوله. ايوه، أو حاجة وحشة، حتى لو عمل سلوك غير مرغوب ما انعتوش بصفه غير مرغوبه، انا اناقش السلوك. حتى المفروض الكلام ده بين الراجل ومراته. صحيح. يعني انا دخلت انت بتتكلم بالتليفون، مفيش بقى انت كل شويه بتتكلمي، ولما مفيش كل شويه بتتكلمي، انت بتتكلمي دلوقتي وانا جاي من الشغل عاوز اتكلم معاك شويه، اناقش الموقف. الموقف بس. دي فرضيه غائبه في التربيه، مش موجوده عند اهالينا للاسف الشديد. صحيح. فيا ريت تبقى منطلق للتواصل النفسي مع اولادنا، هتعمل حراك اجتماعي وقبول اجتماعي فيما بينهم. طيب دكتور، امتى حضرتك لما تشوف اهل يعني ايه السمات اللي بيها تقدر تقول ان الام او الاب دول مسيطرين على ابنائهم؟ انا بعرف من الولد، مش بعرف منهم. بلاقي الولد دايما ما بياخدش اي تصرف غير ما يبص لامه. اعرف انه مفتقد الشخصيه، ما عندوش شخصيه، ولا عنده قدره على الاختيار ولا الاقدام في المواقف الاجتماعيه المتباينه. مش كده وبس، ده من ضمن النيدز او الاحتياجات اللي موجوده الاجتماعيه عند الطفل، بيبقى حاجه اسمها الحاجه لارضاء الكبار. فالحاجه لارضاء الكبار دي لو انا ما عطهالوش بنسبه بتخليه تابع، يفضل طول عمره شخصيه تابعه من خلال الوالدين بيتعامل. ولو الام والاب غابوا عنه، يعني هو راح المدرسه او الكليه، بيبقى سهل الانقياد، يعني بيدور على صنم اخر علشان يتبعه، اله اخر يمشي ورا منه، بيبقى بقى صديق سوء، بيبقى جار سوء، بياخدوا يوجهوا لحاجات غير مرغوبه. فانا بقول لو انت خايف على ابنك فعلا ما تخلوش تابع، وخلي عنده شخصيه مستقله. فبعرف من سلوكيات الولد، بعرف من توتره الدايم. دايما الاولاد المتوتره وعندها قلق نفسي وبتجي لها احلام مزعجه وكوابيس، بيبقى هو عاوز يسعى لارضاء الوالدين بصوره مستمره، ولكن شايف في نفسه انه فاشل في كده، لان هم على طول بيطلعوا من تعليمات لتعليمات، ومن اوامر لاوامر، ومن زجر الى نهر، ومن صوت عالي لزعيق لشخط ونطر. فبيبقى هو قاعد بيلهث طول النهار عاوز يرضيهم، وحاسس ان هو ما بيحوزوش الرضا عليه. فده بيخليه دايما شخصيه قلوقه وشخصيه متوتره، يجي له دايما قرض اظافر، مص اصابع، شويه موقف يحصل له يجي له رهاب وتلاقيه بيتنطر كده وقاعد مش مظبوط. فانا بعرف ان هنا الشخصيه غير سويه. خدي بالك، عندنا مقوله شهيره جدا بتقول لك احنا ما عندناش ابناء مشكلون، ولكن يوجد اباء ذوات مشاكل. صحيح. ليه؟ لان الطفل ده قطعه صلصال، انت اللي بتشكليها زي ما انت عاوزه، انت اللي بتجيبيها كده وبتوديها كده. فلما بشوف انا نوع المشكله النفسيه اللي عند الولد، بعرف طريقه التعامل بتاعه الاب والام. الاكبر بقى يا دكتور، لو الابناء الكبار يعني وممكن زي ما حضرتك قلت هو طلع من هو طفل او طلعت من وهي طفله شخصيه اتكاليه او اعتماديه، او طول الوقت تابع للام او الاب، وممكن يبقى في مرحله كبيره قوي من حياتهم بيبقى في طول الوقت ارضاء، لان هم تابعين خلاص معاها مع الام طول الوقت في اللي هي عايزاه، في اللي بتقوله. فبقت زي ما بيقولوا كده مثلا البنت المطيعه او الولد المطيع، فبالتالي
ما بيحصلش الصدام. ممكن يحصل بقى الصدام على كبر لما يبدا مثلا البنت او الولد عندهم حاجات مصيريه في حياتهم، في مستقبلهم، في جواز، في شغل. أيوة. يبدا يظهر بقى ساعتها الصدام بين البنت واهلها او العكس. ما خدي بال حضرتك، طول ما انا بقهر ابني وبكبت عنده الانا والتعبير انه عاوز يعبر عن نفسه، انا هنا بزرع جواه مارد. خلي بالك، ولما زي ما حضرتك بتقولي تيجي الفرصه ان المارد ده يطلع من الام بيقضي على الاخضر واليابس وبيدوس ويعق الوالدين ويعق نفسه، يعني بيلقي بايديه الى التهلكه وهو مش دريان. لا لشيء، لان هو عاوز يثبت ذاته المحروم من اثباتها على مدار 20 25 سنه. عشان كده بنقول خلي التربيه سويه، خليها رايحه جايه. انما انت اوعى تعتقد ان ابنك حاضر ونعم وخلاص يا بابا وبتشيله من هنا تحطه هنا، ان انت كده حاجه جميله وابني ربنا يبارك له وانا حتى راضي لو هم عنه. يا دكتور طالعين ابناء راضيين بده ومش حاسين ان هو دي تبعيه ولا حاسين ان هو في قهر، يعني هم شخصيتهم، لان احيانا زي ما قلنا في الطب النفسي بيبقى في جينات شويه بتحرك الشخصيه. ممكن يبقى طبعا. طفل مطيع شويه او خجول، وبالتالي طول الوقت شايف او شايف صوره للاهل ان هم عندهم حكمه كبيره، وده يعني بيعملوه هم راضيين. لكن بيحصل الصدام على كبر، وبيفاجئ الابناء نفسهم ساعتها انه ده ايه اللي بيحصل، يعني ده في سيطره كامله. ده مش ابني انا ربيته. والابناء بيبقوا مستغربين من الاهل ان هو في محاوله بقى لفرض الراي. هل ده بيبقى فعلا سيطره من الاهل لان هم اتعودوا منه على الطاعه الكامله، على الطاعه العمياء وعلى التبعيه وعلى انه انسان يعني حاضر ونعم وخلاص وقالوا سمعنا واطعنا؟ انما لما بيبقى بقى هو بيتاح له فرصه ان شاء الله حتى من خرم ابره. يعني بشوف بعض البنات تحديدا بتبقى قاعده 20 سنه طاعه عمياء بالنسبه للام والاب، انما وانس ان حد بس يلعب في ودنها شويه، يعني كلمتين كده حلوين ويشتغل حبيب بس 3 4 ايام، صحيح. ممكن تسيب البيت وممكن تهرب وممكن تتجوز عرفي وممكن تخش في مشاكل. طب عشان نتفادى ده بقى يا دكتور، لان لازم نختم يعني نصيحه كده للام والاب في حاله زي في وضع زي ده يعملوا ايه لو حصل اصطدام على كبر زي كده وهم عايزين يسيطروا فعلا، يعملوا ايه عشان نحل؟ اشتغل على نفسي، اشوف انا قصرت في ايه واعالج، واجيب ابني احتويه واستوعبه وما مارسش العنف عليه. لان خدي بالك كل خبره عنف او موقف عنيف بتديه لابنك نفرهم اكتر، الطرف الاخر بيبقى قصاده بيديله حنيه، سواء كان واحد ضحك على بنتك بكلمتين، ولا ولد بيديله تذكره بودره ولا حقنه ماكس ولا شويه مخدرات. فانا لو انا قرصت عليه بزقهم عليهم اكتر. بالظبط. فلم يعني انا لما الاقي ابني كده اعرف انه واقع في موقف اشكالي، فده مدعاه اكتر ان انا احتويه واستوعبه، اخده واضمه في احضاني واشوف انا اخطات في ايه في المعطيات، واتعامل معاه بود وبمحبه وبألفه وباحترام لشخصيه ومشاركه وجدانيه وبرؤيه مشتركه في المستقبل والافكار المنطقيه والعقلانيه الرشيده. نتفادى الصدام بقى، يعني نحاول نتجنب الصدام ده دايما. اكيد، وربنا يا رب يوفق كل اولادنا كده يا رب. احنا دايما بنقول بتبقى دايما بتستدعي وعي من الاهل قبل من الابناء. صحيح. يعني انا بشكر حضرتك جدا دكتور وليد هندي، استشاري الصحه النفسية. شكرا ليك يا دكتور، وبشكر كل مشاهدينا، والى لقاء اخر وموضوع جديد من فضفضه.